رابطة الأندية المحترفة عملت القرعة، وأندية كتيرة مش موجودة في البطولة بسبب خروجهم في الأدوار التمهيدية. الفرق اللي موجودة: الأهلي ضد المصري، غزل المحلة ضد الإسماعيلي، المقاولين ضد حرس الحدود، فيوتشر ضد طلائع الجيش، الزمالك ضد البنك الأهلي، سيراميكا ضد سموحة، الاتحاد ضد فاركو، بيراميدز ضد إنبي. المباريات دي هتتلعب في فترة التوقف اللي هيكون المنتخب بيلعب فيها، ودي فرصة كبيرة للاعيبة الصغيرين إن هم يقدروا يشاركوا في الماتشات بسبب تواجد اللعيبة الكبيرة في المنتخب. الفيفا النهارده اعلن نظام كاس العالم الجديد اللي هيبقى 48 منتخب في نهائيات كاس العالم 2026 اللي هتتلعب في كندا والمكسيك وامريكا. هيبقى كل مجموعه 4 منتخبات في 12 مجموعه. دور ال 32 هيتأهل المتصدر والوصيف و8 احسن توالت، وبكده الفيفا هيكون زود دور اسمه دور 48. ميعاد كأس العالم 19 يوليو 2026. عدد المباريات هيبقى 104 مباراة بدل 64، وهيتلعب في 39 يوم. يبقى كده مصر لازم تكون موجودة في تصنيف عالي. تصنيف عالي ادينا بنقول اهو من دلوقتي، لان افريقيا هيتأهل منها 10 منتخبات، وبقى عندنا 10 مجموعات. يعني الاول من كل مجموعة هيتأهل لنهائيات كاس العالم. يعني مش صعب عليك انك تكون موجود في كاس العالم، حاجة سهلة جدا. المجموعات كلها هيبقى على رؤوس كل مجموعة الفرق التقيلة اللي هي الجزائر، الكاميرون، السنغال، مش عارف ايه. فانت هتبقى المفروض على راس مجموعة، يعني مش محتاجة كلام. يا ريت بقى المدرب يختار فرقة كويسة، ويسيبوا بقى من الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز ومش عارف ايه، ويختار اللعيبة بجد اللي تستحق تلعب في المنتخب، ويسيبوا من الاسامي خالص. اللي مش هيدي منتخب مصر يقعد على جنب. ما تختارش بالاسم وما تختارش بالنادي، اختار بعينيك وبعناية شديدة جدا، ويكون معاك مستشار كويس جدا تستشيره يختار معاك. وسيبكم بقى من الأسامي، ومش أي حد يقعد جنب المدرب وينصحه وخلاص. احنا بنرجع بالكرة المصرية سنين ضوئية. السنغال شوفوا بقت فين دلوقتي، والمغرب بقت فين، واحنا لسه واقفين محلك سر. بعد ما كنا بنتصنف، منتخب مصر بيتصنف برقم حلو في القارة، احنا دلوقتي ضايعين خالص في الكرة المصرية، ورجعنا سنين ضوئية ورا. يا ريت يكون في شغل بجد بقى، وكفاية مجاملات. واظن ان المصريين ما يستاهلوش منكم كده. احنا بنشجعكم وبنقف في ظهركم، واي ماتش للمنتخب ما بنقصرش معاكم فيه. يبقى انتوا كمان تعملوا اللي عليكم وتشتغلوا بجد، وسيبكم بقى من اي جو ملوث في بقى وشوشه وكلام وفلوس وكلام من ده. اختار بعنايه شديده، خلي منتخب مصر يوصل لرقم كويس، ونتمنى ان احنا نشوف منتخب بلدنا في حته تاني. احنا بنقعد نشجعكم بكل ما فينا وكل ما نملك، وبنستنى الماتش بتاع منتخب مصر. بعد ما كانت مصر منيمة افريقيا من المغرب، دلوقتي هي نايمة من العصر. يا ريت نشوف منتخب مصر يرجع بينيم افريقيا فعلا من المغرب، وعندنا لعيبة كتير قادرة على ده. سلام عليكم.